وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت المفترس متعصب وعمال يزقر بصوت عالي. بيبصوا يلاقوه وقع في فخ الدببة، ولكن بيفك نفسه من الفخ في ثواني وبيكمل تدبيح فيهم، وبيكون معاه اسلحه مضاده للرصاص. وفي الاثناء دي جزء من الفخ المكسور بيروح جنب نارو اللي بتستخدمه عشان تحرر نفسها وطابي، وبيقوم طابي يدور على حصينه عشان يهربوا عليها، وهي بتروح عشان تحرر ساري الكلب بتاعها. ولما بتروح المخيم بتاعهم بيكونوا هيقتلوا ساري، فبتنط بسرعه وتنقذه وتقتلهم كلهم. وبعدين بتلاقي ساري وتحرره وهي بتحط العلاج على رجلها. بيظهر لها رافائيل وبيكون هيموت، وبيقول لها انا هبدل معاكي السلاح بتاعي باي دواء بس عالجيلي رجلي. نارو بتوافق وبتستخدم الدواء اللي معاها عشان تعالج رجله، وبتحتفظ كمان بجزء السلاح اللي كان في رجله من اسلحه المفترس. وفي الاثناء دي المفترس بيعالج رجله هو كمان. بعد كده بيروح المخيم ونارو بتستخبى، ورافائيل بيعمل نفسه ميت على الارض. وعشان العشب اللي اديته نارو لرافائيل بيكون رافائيل دمه بارد، فالمفترس ما بياخدش باله منه، لكن وهو ماشي بيدوس عليه برجله بالغلط، فرافائيل بيصوت.